قدرت شركة سامسونج انها تخلي موبايل جالاكسي اس 8 من احلى واقوى الموبايلات الموجودة دلوقتي في السوق، وده طبعا بيرجع لشاشة الانفينيتي ديسبلاي بتاعة الموبايل. معاكم لميس الحسيني وهقدم لكم دلوقتي تقييم جالاكسي اس 8. تابعوني. من احلى الحاجات اللي في الموبايل هي شاشته اللي بتستحوذ على حوالي 83% من حجم الموبايل، وبيجي الموبايل كمان بشاشه 5.8 انش سوبر اموليد بجوده عاليه الدقه كواد اتش دي، ودي بتدينا 570 بكسل في الانش، وبتدعم الشاشه تقنيه العرض ال HDR. ابعاد الشاشه 18.5 و9 بدل من النسبه العاديه لشاشات الموبايل واللي هي بتبقى 16 و9، وده اللي بيدي شاشه الموبايل شكلها المميز اللي احنا شايفينه ده. لأول مرة استغني سامسونج عن زرار الهوم وأزرار التنقل، ودي كنا دايما متعودين عليها في موبايلات سامسونج، ودمجت الشركة زرار الهوم في شاشة الموبايل، واللي لما بتضغط عليه بقوة بيدينا اهتزاز بسيط. أما عن باقي تصميم الموبايل فتصميم الموبايل زجاجي عليه طبقة حماية جوريلا جلاس 5، ومعاه إطار معدني لامع بيخلي تصميم الموبايل كله متناسق مع بعضه وحلو. زرار التشغيل هنلاقيه على الناحية اليمين للموبايل، اما على الناحيه الشمال فسامسونج اضافت زرار جديد للمساعد الشخصي بيكسبي، وده هنلاقيه تحت ازرار التحكم، وده ممكن يلخبطك شويه وانت بتحاول تتحكم في الصوت، بس هتتعود عليه مع الوقت. وعلى عكس شركات كتير سامسونج ما شالتش مخرج السماعات، وهنلاقيه مع مخرج الشاحن اليو اس بي تايب سي والسبيكر في الجزء السفلي من الموبايل، وهنلاقي مخرج الشريحتين او الشريحه والميموري كارد في الجزء اللي فوق من الموبايل. بيتميز الجالاكسي اس 8 طبعا بأدائه القوي، وبيجي بمعالج سامسونج اكزينوس 8895 8 نواه مع 4 جيجا رام وميموري 64 جيجا بايت. ولما جربنا الموبايل في الالعاب التقيله زي لعبه مورتال كومبات اداء الموبايل كان سلس وسريع، وكمان الموبايل بيجي باعدادات خاصه للتحكم في الاداء والالعاب. ولما جربنا انتوتو بنش مارك عدى السكور بتاع الموبايل 148,000 نقطه، وكان من التوب 10. ضافت سامسونج للموبايل كمان بصمة عين تقدر من خلالها تفتح الموبايل بكل سهولة من غير ما تحتاج تستخدم الفينجر برينت سنسور. وبيجي الجالاكسي اس 8 بنظام تشغيل اندرويد نو مع احدث نسخة من واجهة سامسونج تاتش ويز اللي بتيجي بخصائص ومزايا كتير، وبيجي الموبايل كمان بخصائص الإيدج بانل اللي اتوفرت قبل كده في موبايل جالاكسي اس 7 ايدج بس مع اضافات جديدة. وبيجي الموبايل ببطارية 3000 ملي امبير بتدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي، وكمان بيجي باوضاع مختلفه للحفاظ على البطاريه وتحديد الاستهلاك، خصوصا لو قللنا الكواليتي بتاعه الشاشه من كواد اتش دي لفول اتش دي. مع ان سامسونج ما استخدمتش كاميرا مزدوجه للموبايل زي باقي الشركات، الا ان كاميرا الاس 8 تعتبر من اقوى كاميرات الموبايلات المتوفره دلوقتي. واستخدمت سامسونج تاني تقنيه الدول بيكسل اللي استخدمتها قبل كده مع كاميرا جالاكسي اس 7 ايدج، بس المره دي سامسونج غيرت سنسور الكاميرا وطورت في تقنيه معالجه الصور. وبيجي الجالاكسي اس 8 بكاميرا 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة واسعة 1.7، ومزود بتقنية ال OIS وال EIS اللي بتثبت الصور والفيديوهات لما بتتصور وانت بتتحرك، وبتقدر الكاميرا تصور فيديوهات بجودة تصل ل 4K، وكمان بيجي تطبيق الكاميرا بخصائص واوضاع تصوير متنوعة وتقدر تنزل عليهم اوضاع تانية زي ما انتم شايفين. اما الكاميرا الامامية فبقت تيجي ب 8 ميجا بكسل بعد ما كانت 5 ميجا بكسل في الجالاكسي اس 7 ايدج، وبتيجي الكاميرا الاماميه كمان بفتحه عدسه واسعه 1.7، وفيها اوضاع تصوير مختلفه اهمها وضع الوايد سيلفي، ده غير وضع التجميل او البيوتي مود اللي طورته سامسونج عن الاول. وطبعا بيجي ابلكيشن الكاميرا بفلترز مختلفه بتغير الالوان بتاعه الصور بتاعتها. من الاخر سامسونج بتقدم لنا تحفه فنيه في موبايل الجالاكسي اس 8، خصوصا مع تصميمه المميز وشاشته اللي مش هتلاقي زيها في اي موبايل تاني، ده طبعا مع الاداء القوي والكاميرا القوية اللي تعتبر من أحسن الكاميرات الموبايلات الموجودة دلوقتي. كان معاكم لميس الحسيني، وده تقييمي لموبايل سامسونج جالاكسي اس 8 الجديد. تقدروا تقروا التقييم الكامل للموبايل على موقعنا reviewzat.com، ولو عندكم أي أسئلة بخصوص الموبايل سيبوها لنا في التعليقات. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة عشان تشوفوا كل الفيديوهات بتاعتنا، وما تنسوش كمان تتابعونا على فيسبوك وتويتر وانستجرام ريفيوزات. سلام.